بابا عمر، إلكن عنا خبر حلو. حلو، خير إن شاء الله يا ابني. نحن أنا ونايا قررنا نتزوج. إن شاء الله ألف مبروك يا ابني. شو هالخبرية الحلوة؟ الله يوفقكم يا ابني، والله يتمم على خير. آمين. يرضى عليك. الله يهنيكي يا بنت. الله يرضى عليك. الله يسعدكم يا ابني. امتى عمو امتى؟ لسه ما اتفقنا على التاريخ، بس ما عم نفكر نستنى أبداً. هذا أحلى شي يا ابني، لأنه شغلة الخير لازم تستعجلوا فيها. ساووها بسرعة. وأنا رح ألبس بدلة عروس، رح كون يلي رح تحمل لك الفستان. طبعا حبيبتي، ليش لا؟ يا ريته ابني مراد كان عايش وشاف هذا اليوم الحلو. هو كان فرح أكتر واحد. معلم عم يطلعوا. منيح اجينا، قديش فرحوا بالخبر. شبك عبد الحي؟ لا ما في شي. زعلت على وضع رهف مو هيك؟ وأنا كمان زعلت عليها. كيف بيعيشوها بهذا العذاب؟ بس شو بدها تساوي ماما نازك؟ تذكرت ابنها وطلعت من تمها عفوية. سيدي طلعوا. يا عيني يا عيني يا عيني، عبد الحي صار عنده رفيقة. بتمنى لكم السعادة لبين ما يفرقكم الموت. يلا اتحرك. أمك وأبوك البيت؟ ماما يا أختي مصطفى بالبيت شي؟ مصطفى مصطفى أخي كارا؟ أخوك كارا، تعال شوي لعند أخوك. تعرفوا لهذا خيري بيشتغل بالشحن؟ أخي هذا خيري كان ياخذ ويجيب بضاعة على الجبل، وصار له فترة طويلة مختفي. قالوا لي إنه هون يا مصطفى، بس خبرني كيف بدنا نلاقيه. أخي أنا ما بعرف. بلا طول سيرة مصطفى بدك تحكي. إذا كان هون في صاحبنا عثمان سائق شاحنة، اسأله إذا بدك، أكيد بيعرف. منيح، أصبح امشي معي رح نسأله مع بعض. أخي بس لألبس برجلي العفو وحط شي علي. يلا مشان ما نبرد.
مصطفى. يا ربي هدول الناس ليش ما بيفهموا بالكلام بقى؟ ايه حبيبي مصطفى، هات لشوف وين صرنا. أخي أنا أجيت مشان خليك تتقاعد على بكير. معلم عملنا شي غلط لا سمح الله؟ لا ألتان حبيبي، ربحت ورقة يا نصيب. ما فهمت شي معلم. في عنا زلمتين الليلة بدك تمرقون على الجبل. هي شغلتها سهلة معلم، ما كان في داعي تجي لهون مشان تخبرني. ألتان حبيبي، واحد بيسأل بالأول مين هدول الأشخاص؟ اللي رح يرافقوك المساء بدهم ينفذوا عملية اغتيال مهمة كتير. رح خبرك امتى ومن وين بدك تاخدهم بوقتها. معلم الوضع ما عاد مثل الأول، عم يراقبونا من كل الأماكن. أصلاً بسبب الشغل اللي عم نشتغله سوا مجمديني. أنت ما بيصير لك شي بس أنا بيضيع عمري يا معلم. ومن شان هيك قلت لك ربحت ورقة يا نصيب يا ألتان. رح بدفع لك عن الماضي تبعك وعن مستقبلك كمان. أوكان تفضل. اليوم المساء أنا بخبرك. ما رح بيكون صعب عليك تلاقي راعي للجمعية؟ كل رفقاتي المقربين مني رح يدعموني حتما. ممتاز. وكون صفية حتمسك الجمعية هذا الشغل رح بيكون أسهل بكتير. لازم اتصل فيها. يمكن الأحسن ننسق مع بعض بهي المرحلة. ما في داعي تحاكيها، أنا حاكيتها وبعد شوي رح تجي تشاركنا. أنت كنت بتعرف صفية من قبل ما هيك؟ سألتك لأن أخته لمراد على مدار، فقلت يمكن بتعرفوا بعض من قبل. تعرفت عليها السنة بسويسرا. بتكون استغربت وقت اللي شافتك مع الأستاذ. طبيعي إنها تستغرب. اللي انت بشو عم تفكر؟ بحياتي ما كنت متحيز تجاه الناس بأي وقت من الأوقات. قرر بعد ما أتعرف عليهم. أستاذ مراد، وصلت الآنسة صفية. خليها تتفضل. مرحبا. أهلين. ما كنت مخبرني إنه عابد رح يكون هون يا سيد مراد. لازم تتعودي على وجودي هون خاصة بهي المرحلة. تفضلي.
بتشكرك على استقبالك إلي والتضحية اللي قدمت لي إياها حضرتك. سيد أشرف، إلك حق علي وعلى هي الدولة وعلينا كلياتنا. سامحونا. إذا كنت مفيد ولو بشي بسيط بعتبر حالي من المحظوظين، أما من ناحية حقوقي ودمي مسامحين فيهم. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلا وسهلا. مرحبا. الحمد لله على سلامتك. تسلم. طالما انكشفت لحراس المعبد اجيت لهون من شان اسمع الحكم يلي رح يصدر بحقي. حابب انكم تعرفوا انه انا كمان مستعد مثل اخي لحتى افدي روحي بهذا الطريق. لا، حتى ما عم فكر بهيك شيء ابدا. اذا رح بيكون مناسب لحضرتك رح اطلب منك تشتغل هون معي بالمقر. كنائب لحضرتك؟ لا، رح أطلب من حضرتك تترأس وتدعم مرحلة التأسيس لمنظمة الأمن المالي الخاصة فينا يلي رح نتحرك ضمنها. هالشي بيشرفني. بحب أعبر عن سعادتي الكبيرة بهالقرار. من خلال معلوماتك وخبراتك عندي ثقة إنه الحروب التمويلية العالمية اللي سنين ونحن عم نخسر فيها رح نطلع كتير قوايا منها. في عنا بتركيا حاجز، اللوبي التمويلي مأثر بشكل كبير، كل قطاع مهم وفعال بدمروه على مهلهم. وبمنظمة الأمن المالي اللي رح نأسسها بالمرحلة الجديدة لازم نبدأ بالأعمال الضرورية بأسرع وقت منشان نمحي هذا اللوبي يلي عم يهدد أمن الدولة واقتصادها كمان. سيدي، أنا برأيي هذا القرار هو أهم قرار بهالمرحلة. اللوبي التمويل اللي حكيت عنه أقوى سلاح بيد حراس المعبد. إذا قدرنا نكون أصحاب نفوذ حقيقي بهذا المجال حنكون خطينا أكبر خطوة نحو القوة العالمية الضاربة اقتصادياً. وأنا اشتغلت مع أصدقاء خبراء دراسات مطولة حول هذا الموضوع، فأنا جاهز بكل سرور للعمل فوراً. سيد سامي، بما أنك انكشفت حياتك ما راح تكون مثل ما كانت من قبل، فبنصحك تودع كل الناس يلي بتحبهم. نحن رح نعلن انك توفيت. أعضاء المجلس ناطرين منا خبر مشان اجتماع الختيارية. قدرتوا تحددوا الزمان والمكان؟ رح ننتظر لحتى تخلص الترتيبات من الناحية الأمنية، بس تتم التحضيرات بالكامل رح أدعي لأعضاء الاجتماع. نايا، لإمتى رح تضلي عم تداومي؟ اليوم رح خبرهم. لوقت ما نخلص من التحضيرات مجبورة اني ضل عم اشتغل، بس السيد حسني اكيد رح يسهل لي اموري. بتحبي احكي معه؟ لا انت لا تحاكي، بلا ما تعصب على السيد حسني بسبب مشكلة كارا، مو حابة يصير في توتر. ماشي. نايا؟ هاتي اعطيني هويتك. رح اقول له لعلي مشان يبلش بمعاملة الزواج. بتفضلي شي تاريخ خاص؟ مثل ما انت بتحب.
عفوا سيدي، من راقبه لعبد الحي؟ لا، ما عاد في داعي، هو اللي رح يجي لعندي. السلام عليكم. كيف ممكن نشوف السيد خيري؟ كتر خيرك. لا تدخل حدا مين ما كان يكون. حاضر. في واحد عم يسأل عنك. اعرف لي مين هو. مين بتريد؟ سيد خيري. مين انت؟ كارا. اهلين، تفضل ارتاح. قال اسمه كارا. انا مو هون، اوعكم تدخلوه لجوا. قوم لنشوف يا خيري. تعال شوف. احكي لي. شو بدي احكي؟ شو الشغل اللي عم تشتغله مع متى؟ شو الشغل اللي عم تعمله مع الكلب متى؟ اليوم طلب مني زلمتين من طرفي. ليش؟ ليش؟ من شان يغتالوا حدا. مين؟ لك مين؟ مين ولك؟ هدول الاثنين، بس مين اللي راح يغتالوا ما بعرف.
طيب ماشي. متى وينه هلا؟ احكي وينه متى يا حيوان؟ ما بعرف. قال لي لشوف كيف عم تحكي معه. عم يجي لهون. امتى رح يجي لعندك؟ اليوم ما بيجي. عملية الاغتيال الليلة. قلت لي الاغتيال الليلة؟ هلا صار غير حكي معناها. الشغلة ما رح تنحل بهي الخرزات. صار لازم يشتغلوا الخرزات الحقيقيين. وين رح تصير عملية الاغتيال ولا؟ أنا عم جاوبك على كل شيء عم تسألني إياه مشان الله. اللي قلته ما فادني بشي. هات احكي كل شي. إيه، حكى عن واحد اسمه ألتان من المخابرات، ممكن توصل له من خلاله. رح يلتقي معه قبل العملية، ورقم الزلمة معي. هذا هو. هذا هو الرقم؟ ايه. متأكد منه؟ متأكد. راح منشوف. عاكف، لقيت خيري. انت وينك؟ بالخان الكبير. خيري صار معي. متى حاكي له لهذا عن اغتيال الليلة. لمين؟ في واحد اسمه آلتام من المخابرات. هذا من زلمه لمتى. انت اكيد فيك تلاقيه. اذا لقيناه للزلمة ممكن ناخذ كل اجوبتنا منه. رح بعطيك رقم التليفون، اكتب. ارتكن، خود فريق وروح جيب خيري. بدنا اياه هون. حاضر. هاي نورا، آلتان من المخابرات. هاد من جماعة متى. بدي كل المعلومات عنه. وخاصة بعد الحرب الداخلية بالجبل تضرر من وراها آلاف الأطفال، وهلأ مضطرين يعيشوا بالمخيمات. بالنسبة للجمعية لازم تطور برامج لهدول الأطفال. في دراسات عم تنعمل بهذا الخصوص، ونحن فينا نختار من هدول الدراسات نشتغل عليهم ونحطهم ببرنامجنا التنفيذي. بس بالأول لازم نكمل تأسيس جمعيتنا. عندكم اقتراحات أسماء مشان الأعضاء المؤسسين؟ أنا رح أقترح بعض الأسماء، وخاصة من الأسماء اللي رح يقدموا لنا دعم مادي وسمعتهم ممتازة بالعمل الخيري. ممتاز. إذا نحن فينا نعمل أول احتفالية باللي موجودين هون بيكون منيح مشان الترويج للمشروع، وهيك اللي رح يجتمعوا بهاي الاحتفالية بيكونوا تعرفوا على بعض كمان. إذا كنا بدنا نجمع كل هدول الناس المهمين لازم نتخذ التدابير اللازمة من هلأ. ومن شان هالشي بعد ما تحددوا المكان والمعازيم خبروني مشان نرتب الوضع. يلا حبيبتي بشوفك. مع السلامة. طيب يسلم لك، هي طلعت. أنا رح خبرك فورا. ماشي، وأنا ناطرك. ماشي. يلا مع السلامة. الله معك، مع السلامة. امشي. امتى بدك اياه للعقد؟ ما بعرف، خلص انت اعمله ودبر اقرب تاريخ للعقد. معلم، عم يسألوا عن الشاهد، بمين عم تفكر؟
تكون أنت. بأمرك معلم. طيب وشاهد المدام؟ بس أعرف بخبرك. حكينا بكل الترتيبات بس نسينا شهود العقد. أنا حصير شاهد على زواجكم يا عبد الحي. بويرز إذا بتعمل شي لنايا. عبد الحي، عبد الحي، نايا ما تخافي. عبد الحي تعال المكان اللي راح أقول لك عليه، بس ما حدا راح يكون عنده علم فيه. رح اجي، اوعك تمد ايدك عليها. اجوا من الكي جي تي وعم يسألوا عنك. تذكرت. أكيد جايين بخصوص موضوع التنصت الداخلي. يمكن مشان هيك. عفوا أخي بعد إذنك، بتعرف وين مكتب ألتان؟ سيد ألتان بهديك الغرفة على اليمين. وينه ألتان بتعرف شي؟ هلأ من شوي كان هون، انتوا انتظروا جوا، هلأ بيجي. اطلع من الباب الرئيسي. أنا حشوف هون وبطلع من الباب ايه ماشي. يلا يلا.
نطرتها كتير للعروس يا عبد الحي. راح مرق لك اياها لانه اول يوم. وين نايا؟ بيقولوا اذا شفت فستان العروس قبل الزواج بيكون فعل نحس. بس كأنك ما بتقبض هيك شغلات، ما هيك؟ شو عملتوا لعيونها ولك عديم الشرف؟ جيبوه. لسه ما عملت الا شيء، بس إذا ما عملت اللي حقلك عليه بتكون آخر مرة بتشوفها. خلص اتركها واعمل في اللي بدك إياه. بويرز شو اللي بدك إياه؟ نادي لكارا وخلصني. تتركها تروح فورا. بناديله. عم قل لك ناديله. إذا بتتركها بعمل يلي بدك إياه. عبد الحي بترجاك ما تعمل شي. شو قلت؟ قلت بتترجاني؟ يلا لكن ترجاني حابب اسمع. يلا ترجى مشان ما اعمل شي للبنت. بترجاك. ما اقتنعت. اركع على الارض. بويرز بترجاك. مالك مقنع يا عبد الحي؟ وهيك يا حلوة؟ ها؟ خود فرصة تانية. بترجاك اتركها، خليها تروح. هاتوا جيبوا لي اياه. ديروه ديروه لهون. هاتوا اعطوني الموبايل لهون. لاني حابب خلد هي اللحظة. تعال شوف. يلا بلش. أنا بترجاك تترك نايا. أيوة. بويرز بترجاك. أيامك يا عبد الحي. أخي كم مرة بدي لكم، صدقني ما بعرف شيء، بس قال لي المساء انتظر منه خبر. خلصوا لك. تفضل. يسلم. عاكف، أنا نفد صبري منه. أعطيه التليفون خليه يحكي مع متى لنعرف وين هو.
لا، رح نستنى لحتى يتصل متى. ما لازم نخليه يشك. ليك انت ما رح توصل له لمتى، ونحن ما بنعرف عملية الاغتيال. ما قال لك إذا رح يتصل الليلة؟ لا تحرك لي بعيونك وراسك ولا سألك مثل الزلم وبتجاوب عليه مثل الزلم. أخي قلت لك إنه رح يتصل الليلة. اهدى أرجوك. عاكف أنا داخلي طالع غير جو. سمعت شو اللي قلته ولا؟ راح أغير جو وراجع لك، فهمتوا لا؟ شو وصلتك رسالتي؟ وأنا كنت عم دور عليك يا كلب. وهي لقيتني. غلطت مرة بحياتي وخليتك تلملم أشلاء حفيدك. إذا ما كنت حابب تشوف صحابك بنفس المقبرة تجي على محل الخردة اللي ببشكوي. في تطورات جديدة بخصوص الجمعية، وبعتقد رح نتفق منيح مع مراد. فرحتني. بدي منكم تتفعل الجمعية وبأقرب وقت ممكن. أهمية الجمعية بعرفها، بس إذا عرفت الغاية الرئيسية رح تساعدني بتأسيس الفريق بشكل يخدم هاي الغاية. شوف، هالجمعية ماضينا ومستقبلنا، بس يجي الوقت رح تعرف شو أهميتها.